سيسيليا أخدت أخطر قرار في حياتها وهو الهروب من علاقة مؤذية. سيطرت على كل تفاصيل حياتها، حطت لجوزها المنوم ولمت أوراقها المهمة في شنطتها وهربت، لكنه اخترع لها بدلة إخفاء بما إنه عالم بصريات وطردها من غير ما تشوفه. بتبدأ روايتنا مع سيسيليا اللي اتسحبت من جنب جوزها بعد ما اتأكدت إنه نام، وغسلت الكوباية اللي حطت له فيها الحبوب علشان ما يعرفش إنها نيمته. وبعد ما لمت أوراقها وحاجتها المهمة في شنطتها، وفصلت جهاز الإنذار والكاميرات كلها ما عدا الكاميرا اللي على سرير جوزها، وتابعته بالكاميرا الوحيدة اللي سابتها له، وموصلاها بتليفونها وأخدت شنطتها ومشيت. كلبها راح وراها لكنها قلعته جهاز الإنذار اللي في رقبته، ولسوء حظها خبط في العربية وشغل جهاز الإنذار. نطت بسرعة من على السور وجريت لحد ما خرجت على الطريق، واختها جت بالعربية وخدتها. وقبل ما اختها تمشي بالعربية وجوزها جه وهجم عليها، واختها مشيت بسرعة. وبعد اسبوعين من القلق والتوتر، صاحبها جيمس اللي عاشت معاه طمنها ان محدش يقدر يقرب لها وهي في بيته لانه شرطي، وده جرأها تخرج من البيت. لكن فجأة واحد جه عدى من وراها، خافت وجريت دخلت البيت، لكنه كان حد بيتمرن وملوش علاقة بجوزها. وتاني يوم جيمس لقى السلم بتاعه بايظ واشتكى لها منه، وكانت قاعدة بتشتغل وشافها خبت كاميرا اللابتوب باللزق علشان تأمن نفسها من جوزها. وفجأة الباب خبط، طلعت أختها جت تطمن عليها، بس سيليا اتضايقت منها لأنها خافت جوزها يكون مراقبها ويعرف مكانها. لكن إيمي طلبت منها ما تقلقش منه لأنه ما بقاش موجود وخلصنا منه للأبد. وقريتها الخبر على الإنترنت، وإيمي طلبت منها تحكي لها عمل فيها إيه يستحق كل ده. عرفتها إنه كان متحكم في كل حاجة في حياتها، تاكل إيه وتلبس إيه وتقول إيه، وما كانش سايب لها مساحة حرة، وده اللي خلاها تفكر تهرب منه. وتاني يوم عاشت حياتها واطمنت لدرجة إنها جابت لهم الجوابات من صندوق البريد بعد ما كانت حابسة نفسها. جيمس عرفها إن فيهم جواب ليها، استغربت لأن محدش يعرف إنها عايشة في المكان ده. لما فتحته عرفت إنه من أخو المرحوم جوزها أدريان، وهو برضه المحامي بتاعه. ولما راحت له الشركة عرفها إنها ورثت من جوزها 5 مليون دولار في صورة سندات هتاخد منهم 10,000 دولار كل شهر لمدة 5 سنين، وكتب لها كمان جزء من الشركة بشرط إن يخليها الفترة دي ما تتورطش في أي مشكلة قانونية، وبمجرد ما تمضيله على الورقة تتحول الفلوس في حسابها. وهي مروحة جابت سلم حديد هدية لجيمس، وعملت لبنته حساب في البنك، وهتتكفل بمصاريفها الدراسية في المدرسة اللي نفسها فيها. وشكرتهم على استضافتها واحتفلوا بالمناسبة الحلوة دي. وبعدها سيسيليا دخلت أوضتها وحست بوجود حد معاها في الأوضة بس ما اهتمتش. وتاني يوم الصبح جيمس سلم عليها وهو نازل وطلب منها تصحي سيدني بنته. سابت الأكل على النار وراحت تصحيها، لكن فجأة النار عليت لوحدها وحرقت الأكل، وكانت هتحصل حريقة لولا ما جم طفوها. وبعدها بالليل سيسيليا كانت شغالة وحست بوجود حد معاها في الأوضة. قامت دورت في البيت كله لكن ما لقيتش حد. ولما دخلت نامت جنب جيسي في حد سحب الغطا من عليهم، وفلاش كاميرا فضل يولع ويطفي. سيسيليا صحيت شافت حد واقف قدامها، بس بعد كده طلع بيتهيأ لها. قامت تجيب الغطا اللي وقع على الأرض، حست إن في حد قاعد على الكرسي، رمت عليه الملاية علشان تشوفه وهو قاعد لكنها ما لقيتش حد. ولما شدت الملاية كان في حد واقف عليها، شدتها جامد فضل يمشي على الملاية وقرب منها وهي شايفة آثار رجليه. ولما قرب جامد رمت الملاية وصرخت ونادت على جيمس اللي دخل ما لقاش أي حاجة، وعرفها إنها لازم تشيل أدريان من دماغها خالص، وخصوصا إنها الصبح عندها مقابلة شغل ومش لازم تخسرها. ورجعوا كملوا نوم. وتاني يوم راحت مقابلة الشغل، ولما المدير طلب منها الرسومات فتحت الشنطة لكن للأسف لقيتها فاضية. وده خلاها اعتذرت له وطلبت منه يديلها فرصة تانية. وبعدها حست إنها تعبانة وفجأة أغمى عليها ووقعت على الأرض. نقلوها المستشفى وجيمس راح يطمن عليها، والدكتور عرفتها إنها مش من المفروض تسوق العربية لحد ما نتيجة تحليل الدم تظهر. وصاحبها وصلها لحد البيت، ولما دخلت الحمام سمعت التليفون بيرن. خرجت بسرعة لقيتها الدكتور عرفتها إن نتيجة التحاليل ظهرت وإن سبب الإغماء هو المهدئ علشان أخدت منه كمية كبيرة. وفي الوقت ده بصت على الحوض لقت علبة المنوم اللي استخدمتها يوم ما هربت من البيت ونيمت بيها جوزها. بس العلبة دي كانت في البيت، جت هنا ازاي؟ وقفلت مع الدكتورة وهي مش مستوعبة اللي حصل. وعلشان كده راحت مع جيمس لتوني أخو أدريان وعرفته إن أخوه ما ماتش وبيطاردها، وإنها لقت علبة المنوم قدامها في الحمام، وأكيد هو اللي جابها لأنها سابتها في البيت بعد ما خدرته بيها. لكن أخوه مش مصدقها وعرفها إن أخوه مات خلاص، ووراها صورة الجثة وعرفها إنه أذاك كذا مرة علشان كده عمره ما حبه. بس هي عرفته إنه متخفي وخصوصا إنه عالم بصريات وأكيد اخترع حاجة تساعده على كده، لكنه ما اقتنعش بكلامها وعرفها إنها لازم تنساه. وخرجت من عنده راحت لأختها إيميلي وحكت لها اللي حصل وإن أدريان عايش، لكن أختها ما رضيتش تسمعها وعرفتها إنها مش هتقرب منها تاني.
زي ما طلبت منها في الرسالة الإلكترونية اللي بعتتها لها، لكن سيسيليا عرفتها إنها ما بعتتش حاجة. بس أختها قفلت الباب في وشها ومش مصدقاها. روحت على البيت بسرعة وفتحت الميل بتاعها، لقيت فعلا في رسالة مبعوثة لأختها ومكتوب فيها إنها تبعد عنها. فضلت تعيط وكانت مقهورة. سيدني سمعتها دخلت علشان تهديها، لكن فجأة حد ضرب البنت بقلم وقعها على الأرض. قامت مفزوعة وافتكرت سيسيليا هي اللي عملت فيها كده، ونادت على والدها وعرفته إنها ضربتها. سيسيليا حاولت تشرح له إن أدريان هو السبب وإنها ما عملتش حاجة، لكنه عرفها إنه مش عاوزها تقعد في بيته تاني لأنها خوفت بنته، وهو أهم حاجة عنده نفسية البنت. فضلت تعيط وكانت متوترة جدا، وفضلت تنادي على جوزها وطلبت منه يظهر لها ويواجهها. ودخلت على المطبخ، جابت سكينة ورشت البن على الأرض علشان لو موجود تشوف خطواته، وقعدت تراقب البن على الأرض. ولما اتأكدت من وجوده اتكلمت معاه وقالت له كل اللي جواها ناحيته، وإنها مش عاوزة منه حاجة غير إنه يبعد عنها. وبعدها جات لها فكرة وقامت جابت تليفونها ورنت عليه، وفعلا اللي حسبته طلع صح، وتليفونه رن واكتشفت إنه في القبو اللي فوق. حطت السلم وطلعت فوق علشان تشوفه، وللأسف ما لقيتش حد، لكن المفاجأة إنها لما رنت عليه لقيت تليفونه موجود في القبو وجنبه كيس فيه سكينة، ولقيت كمان شنطة فيها أوراق الشغل بتاعتها اللي كانت اختفت من شنطتها. وبعدها جت رسالة على التليفون، فتحتها لقيت مكتوب فيها مفاجأة. بعدها حست إن في حد على السلم. مسكت جردل البوية ودلقته علشان تشوف لو في حد. البوية مش هتنزل على الأرض، وفعلا البوية نزلت على راس حد، وبكده تأكدت من وجوده. ولما جت تنزل ما لقيتش السلم، اتشعلقت ونزلت، وبعدها مشيت ورا آثار البوية على الأرض وفضلت تدور عليه في كل مكان لحد ما سمعت صوت مية في المطبخ وحاجة خبطت، وجريت على المطبخ لقيت في الحوض بواقي البوية وكأن حد غسل إيده. وفجأة الراجل الخفي مسكها من رقبتها ورفعها لفوق ورماها على الأرض واعتدى عليها بالضرب، وهي قاومته كتير لحد ما قدرت تهرب منه وجريت برا البيت. لقيت عربية ركبت فيها وطلبت منه يمشي بسرعة، ووصلها لحد الشاطئ وطلب منها يستناها لحد ما ترجع. ودخلت بيتها، وأول حاجة فكرت تروح لها هي أوضة الشغل بتاعت جوزها، وشافت الاختراع اللي كان شغال عليه، وهي بدلة إخفاء بتخلي الشخص اللي لابسها عنده القدرة على الاختفاء ومحدش يقدر يشوفه، وده لأنها متغطية بآلاف من الكاميرات الدقيقة جدا اللي بتصنع مجال مختلف للرؤية ما تسمحش لحد يشوف اللي لابسها. وده كان دليل على شكوكها وإن أدريان فعلا لسه عايش. وفجأة الكلب بتاعها شاف حد ونبح عليه، خرجت بسرعة واستخبت جوه الدولاب وهي بتراقب المكان من فتحة الباب، لكنه للأسف عرف بوجودها وجرها رماها على الأرض. ولحسن حظها قدرت تهرب منه لحد ما وصلت للعربية اللي مستنياها، ومشيت بسرعة من المكان واتصلت بأختها وعرفتها انها لازم تقابلها الليلة في مكان عام. ولما قابلتها عرفتها انها راحت بيت أدريان وشافت الاختراع بتاعه وازاي بيراقبها وهو متخفي. ولسه هتكمل كلامها لقيت السكينة طارت في الجو وجرحت إيمي وراحت على ايد سيسيليا، وبكده قدام الكل سيسيليا هي اللي انهت حياة اختها. واستدعوا الشرطة وجت بسرعة وقبضوا عليها. وفي الاسم فضلت تصوت وتردد انها ما قتلتش اختها وهو اللي قتلها وانه موجود معاهم في الأوضة بس محدش قادر يشوفه، وعلشان كده ادولها حقنة مخدرة لأن حالتها صعبة جدا ومتوترة. وتاني يوم جه المحققين ياخدوا أقوالها وفيهم جيمس، والمحقق ما كانش مصدقها، وخصوصا إنها بتقول إن في راجل خفي موجود معاهم في الأوضة وهو اللي عمل كده في أختها وشكك في قواها العقلية. لكن جيمس طلب منه يخرج بره علشان يعرف يتكلم معاها لوحدهم، وحكيت له إنها راحت بيت أدريان وشافت بدلة التخفي اللي اخترعها وإنه السبب في اللي حصل لإيمي. عرفها إنه مصدقها واعتذر لها إنه سابها لوحدها وموقفش جنبها، وبعدها عملوا لها فحوصات علشان يتأكدوا إنها مش مجنونة. لكن الأسوأ إنهم اكتشفوا في التحاليل إنها حامل من 2 شهر، وطبعا ده قبل موت جوزها. وتاني يوم جه أخو جوزها المحامي وعرفها إنها مش هتاخد فلوس شهرية تاني لأن الاتفاق إنها ما تتحطش في أي اتهام أو مشكلة مع الشرطة، وعلشان الموضوع يخلص بدون مشاكل هتمضي على تنازل عن حقها في الشركة. وعرفها إنها كمان هيلغي الفيزا اللي عملتها لسيدني علشان تكمل تعليمها لأنها ما بقالهاش حاجة في الشركة، وده خلاها تتعصب عليه وتتهمه إنه شبه أخوه في قسوته وظلمه. لكنه عرض عليها حل لكل مشاكلها وكمان هيخرجها من القضية، وهو إنها تخلي البيبي اللي في بطنها وما تنزلوش وتوافق ترجع لأخوه وتعيش معاه لأنه مش هيتنازل عنها وعاوزها حتى لو هي مش عاوزاه ومتمسك بيها وبابنه. وعرفها إن أدريان كان عارف إنها بتاخد حبوب منع الحمل وإنه استبدلها بحبوب فيتامينات علشان يخلف منها لأنه حابب يمتلكها وتكون جنبه. وطلع لها تليفون من جيبه وطلب منها تتصل بيه وكل حاجة تتحل وهي حرة الاختيار، لكنها رفضت لأن أدريان كان السبب في رحيل أختها. ورمت له أوراقه من على الترابيزة، ولما نزل يلمها سرقت قلم من شنطته والبانة كانت على الترابيزة. وهو ماشي عرفها إنه هيرجع
ترجع لها بعد 3 أيام تكون فكرت كويس وتخلي بالها من نفسها ومن ابن أخوه اللي في بطنها. وطبعا بعد ما رجعت من الزيارة فتشوها، لكنها خبت الحاجات اللي سرقتها من المحامي قبل التفتيش. وبعد ما الحارس خرج جابت القلم اللي كانت مخبياه وحاولت تأذي نفسها بطريقة مش مفهومة، لكنها فجأة حست بوجود أدريان لأنها الوحيدة اللي عارفة ثغرات بدلة التخفي، وهجمت عليه ودخلوا في صدام مع بعض. وفجأة الحارس فتح الباب وشاف أجزاء ظاهرة من الراجل الخفي وقرب بالصاعق منه، لكن لف إيد الحارس وحطه على رقبته. وسيسيليا هربت بره الزنزانة والحراس منعوها، والراجل الخفي بيتعدى عليهم كلهم ومحدش شايفه، بس هي كانت بتعرفهم تحركاته لأنه أسرع منهم وخلص عليهم. لكنها هربت منه وضربت عليه نار على السلم، بس للأسف ما قدرتش تصيبه. وخرجت بره اسم الشرطة ومعاها مسدس وشافته وسط العربيات ضربت عليه نار، لكنه اختفى ورجع ظهر تاني، ورجال الشرطة خرجوا يدوروا عليها وسط العربيات، وهي كل همها تلاقي أدريان وتخلص من حياتها معاه. وفجأة خرج عليها من وسط العربيات ومسكها من رقبتها وعرفها إنه مش هيأذيها، لكن هيروح لأقرب الناس ليها وهي سيدني. ترجته ما يأذيهاش ومشكلته معاها هي، لكنه مصمم والشرطة ضربت عليه نار، لكن محدش قدر يوصله وخد عربية ومشي. وسيسيليا راحت وراه بعربية تانية، وهي في الطريق اتصلت على جيمس وعرفته إنه بنته في خطر وأدريان رايح على بيتهم. وللأسف الرجل الخفي وصل لسيدني قبلهم وحست بوجوده في البيت. قامت وهي مش فاهمة ده مين، لكنه شدها ورماها على الأرض. ولحسن حظها والدها جه علشان ينقذها، لكنه هجم عليه وضربه، وجيمس قاومه لحد ما أغمى عليه. وفي الوقت ده سيسيليا جت ومعاها طفاية حريق، ولأنها الوحيدة اللي عارفة ثغرات البدلة رشته بطفاية الحريق دي علشان تغطي الكاميرات ويظهر. وفعلا ظهر وضربته بالرصاص ووقع على الأرض وقلعته قناع البدلة، لكن الصدمة إنه ما طلعش أدريان وطلع تومي أخوه. والشرطة لما هجمت على بيت أدريان لقوه متكتف ومرمي جوه المخزن. وجيمس عرف سيسيليا إن جوزها مظلوم وكان ضحية أخوه، لكنها ما اقتنعتش بكلامه وعرفته إنه أكيد أدريان هو اللي عمل كل ده وورط أخوه في الموضوع. لكنه عرفها إن القضية اتحلت على كده وخلاص بقى مفيش غير إنه تظهر أدلة جديدة. وخلصت التحقيق وروحت على بيت جيمس وهما نايمين. صحت واتسحبت من جنب سيدني واتصلت على أدريان وعرفته إنها رايحة له. غيرت هدومها وراحت له. لما شافها كان مبسوط جدا ولقيته محضر لها العشاء كمان ترحيبا برجوعها، وعرفها إنه اتغير ومش هيعملها المعاملة دي تاني ومستعد يثبت لها ده بأي شكل تحبه. لكنها طلبت منه يبدأوا حياتهم الجديدة بالصراحة وبس. وأول الصراحة إنه يعترف إن تومي مظلوم ومالوش دعوة بكل اللي حصل وإنه المسؤول عن كل ده وهي هتسامحه. لكنه عرفها إن أخوه لعب بيه وسيطر عليه وخرب له حياته، بس هي برضه أصرت إنه يقول الحقيقة لأنها شاكة إنها مجنونة، ولو قال الحقيقة هترجع تثق في نفسها تاني. وطبعا الضابط جيمس بيسجل كلامهم علشان يمسك عليه الاعتراف ويسجنه بيه، لكن أدريان أذكى مما تتخيلوا ورفض الاعتراف وأصر على موقفه إن تومي السبب. وكلامه ده خلاها عيطت وعرفته إن نفسها ابنها يجي للدنيا لأب وأم كويسين. قرب منها وحضنها وهداها شوية، وبعدها طلبت منه تدخل الحمام. وهي في الحمام والضابط جيمس بره مراقب كل حاجة، أدريان وهو بياكل خلص على نفسه. ولما خرجت من الحمام لقيته مرمي على الأرض. اتصلت بالشرطة وبلغتهم وهي مش مصدقة اللي عمله في نفسه، ومشيت بعيد عن الكاميرا وبصت له وهي بتضحك وقالت له مفاجأة. الضابط لما سمع صوتها بتصرخ جري عليها، عرفته إنها بخير وإنه عمل كده في نفسه، ومعاهم تسجيل الكاميرات يراجعوه، مع إنه فهم إنها هي السبب. وكانت لابسة بدلة الاختفاء وخصوصا إنها كانت في شنطتها، ولكنه وافق على كده. والنهاية بتسيبنا قدام سؤال أخلاقي مهم: هل العدالة دايما بتيجي بالطريقة اللي بنتوقعها؟ ودي نهاية روايتنا. ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.